اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. النهارده احنا جايين نتكلم على وظيفه، حاجه بيسموها الاسيت انتجريتي انجينير. ايه الاسيت انتجريتي انجينير ده؟ بيعمل ايه الشخص ده؟ اولا قبل ما نخش على المصطلح ده تعال نفسر كل حته لوحديها. اول حاجه يعني ايه اسيت؟ اي حاجه بتديني فاليو، بتديني ربحيه، بتديني راحه نفسيه، بتديني اي نوع من انواع المنفعه، دي اسمها اسيت. يعني زي سيارتك دي اسيت، زي الماكينه اللي في المصنع اسيت، وهكذا. طب ايه كلمه انتجريتي؟ انتجريتي دي معناها تكامل، نوع من انواع التكامل بيحدث حوالين الاسيت. طب ومين الانجينير؟ ده شخص كلنا عارفينه. الشخص دوت بيحل مشاكل المجتمع بيزد اون ساينتفك برنسبل. يعني الاسيت دي لازم تتصين صح، يبقى لازم يكون عندنا في خطط صيانه، احنا بنقول مينتنس بلان. ولازم الصيانه دي الغرض منها ان هي تحافظ على الريلابيليتي او تحافظ على خاصيه من خواص التصميم مرتبطه بالفانكشناليتي اللي هي الوظيفه اللي بتقوم بها الاسيت. يبقى انت عندك هنا في شخص بيحط اكشن عشان يحافظ على حاجه. الكلام ده لازم يكون في حدود اوبريشن كونديشن معينه. الثلاثه دول احنا بنسميهم الاسيت انتجريتي، بس ساعات بنضيف عليهم كمان السيفتي. الميكس ده لو اتعمل، او في حد بيراقب هذه المنظومه، او حد بيتاكد ان في خطه صيانه مظبوطه، ان الاسيت ريلايبل، ان الاوبريشن كونديشن متحافظ عليها، وعندنا حته السيفتي، فاحنا بنسميه اسيت انتجريتي انجينير. لو انت فهمت في الحلقه دي حاجه جديده، اكتب لنا في الكومنتس ايه المواضيع الثانيه او ايه التايتلز الثانيه اللي انت تحب تسمع عنها او تعرف هو بيعمل ايه في الهندسه. شكرا جزيلا ليكم، اشوفكم في حلقه جديده.